وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، من يسمع؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: وصلنا إلى قوله قال: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلب حديثه والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. مر معنا أن العبد يتعرف على الله عز وجل بالآيات الكونية والآيات الشرعية. معرفة الله تكون بالآيات الكونية كما ذكره المؤلف بالآيات الليل والنهار والشمس والقمر، وكذلك السماوات والأرضون ومن فيهن وما بينهما. والآيات الشرعية هي القرآن والسنة. القرآن والسنة. فتقدم معنا الكلام على أن أعظم آيات الله وأعظم مخلوقات الله الليل والنهار وما فيهما من العجائب أن الليل يغشي النهار. قال الله عز وجل: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذه أعظم مخلوقات الله عز وجل، وأن الشمس مضيئة وأن القمر فقط يعكس ضوء الشمس. فالله عز وجل نهى، قال: لا تسجدوا للشمس. نهى الله عز وجل أن يسجد لهذه المخلوقات العظيمة، أن يسجد لهذه المخلوقات العظيمة. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا. نهى الله عز وجل عن الإشراك به وأمر بتوحيده سبحانه وتعالى. قال: واسجدوا لله الذي خلقهن. لماذا تسجد إلى هذه المخلوقات؟ اسجد للذي خلق هذه المخلوقات فهو المستحق للعبادة، فهو المستحق للعبادة. قال: اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. كنتم إياه تعبدون، أي تخلصون العبادة لله عز وجل. هذا هو الواجب، أن العبد يصرف جميع أنواع العبادة لله عز وجل. ما سيأتي معنا مما سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع العبادات. فهذه المخلوقات مع عظمها ومع ما فيها من الفوائد ومع تغيرها لا يجوز أن تعبد من دون الله عز وجل. فمن باب أولى ما هو دون هذه المخلوقات، لأن هذه المخلوقات الله عز وجل خلقها، فهو سبحانه عز وجل المستحق للعبادة. قال: ومن مخلوقات السماوات السبع والأرضون السبع. ثم قال: وقوله إن ربكم الله الذي خلق. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. أن الله عز وجل خلق هذه المخلوقات العظيمة الهائلة، السماوات السبع والأرضون السبع، في 6 أيام، وهو قادر على أن يخلقها الله عز وجل في لحظة، ولكنه فعل ذلك لحكمة يعلمها هو سبحانه وتعالى. الله قادر على أن يخلق هذه المخلوقات في لحظة، لكن لحكمة أرادها الله عز وجل وعلمها هو سبحانه وتعالى خلقها في 6 أيام ثم استوى على العرش. هذا استوى على العرش في العقيدة سيأتي معنا. قال: يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يغشي الليل النهار بعد ما تشرق الشمس يكون النهار مضيئا، يأتي الليل.
يأتي الليل، فيغشى النهار أي يغطيه. تأتي الظلمة، كان في النهار يعني يعني مضيء، كان في النهار يعني الجو مضيء فبسبب الشمس، ثم تغيب الشمس فيأتي الليل يغشي الليل أي يغطيه، يغشي بمعنى يغطيه بظلامه ويذهب ضياءه سريعا، ويذهب ضياء النهار سريعا كما يشاهده الجميع. تغيب الشمس ثم يأتي بعد ذلك مباشرة يعني الليل، يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، أي يعني يتعاقب الليل والنهار بشكل منتظم، لا يتقدم هذا على هذا ولا يأتي هذا وسط هذا. مثلا الآن يعني النهار في وسطه ليل، ثم لا، النهار كامل ثم يأتي الليل، هكذا وبشكل منتظم بساعات محددة. هذا يدل على عظيم قدرة الله عز وجل وعلى عظيم خلقه سبحانه وتعالى. فقال يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، هذه المخلوقات أيضا مسخرات بأمر الله عز وجل. فالشمس تجري في النهار، لا تجري الشمس في الليل، لا تجري الشمس في الليل، ولا ينبغي لها أن تدرك يعني القمر، تلحق القمر، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. والنجوم أيضا، النجوم التي تلألأ في الليل، تظهر في الليل، مسخرات بأمر الله عز وجل، يعني تكون حرسا يعني حراسة للسماء من الشياطين، وجعلناها رجوما للشياطين. هذا من يعني ما سخرت له النجوم، وكذلك زينة للسماء، قال ألا له أي لله عز وجل الخلق والأمر، فهو الخالق وهو الموجد من العدم، الخالق أي الموجد من عدم، أوجد الإنسان من لا شيء، هذا هو الخالق. ألا له الخلق والأمر، الأمر الكوني والأمر الشرعي. الأمر الكوني يعني خلق المخلوقات وبيعني حصول الأشياء وتقدير الأشياء وتقدير الله عز وجل للأشياء. الأمر الكوني، الله عز وجل إذا قال للشيء كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكذلك له الأمر الشرعي، فهو الذي نزل الكتاب وأرسل الرسول، الأمر الشرعي الذي فيه الأمر بعبادته سبحانه وتعالى والنهي والتحذير عن الشرك. ثم قال والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء والمستحق للعبادة. نعم، والرب هو المعبود أي المستحق للعبادة، أي المستحق للعبادة، أنه يعبد وحده دون ما سواه. والدليل دليل على أنه يعني يجب على العباد أن يوحدوا الله عز وجل وأن يعبدوا الله عز وجل ولا يشركوا به شيئا. هذه الآية يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. فكما أنكم تعترفون بأن الله عز وجل هو الخالق وهو الذي يعني خلقكم وخلق من قبلكم والذي رزقكم والذي خلق السماوات والأرض، فيلزمكم أن توحدوه ولا تشركوا به شيئا. وهذا أول أمر في القرآن، الأمر بعبادة الله عز وجل وحده والنهي عن الشرك، وهذا أول أمر وأول نهي في القرآن، الأمر بتوحيد الله عز وجل والنهي عن الشرك. يا الناس اعبدوا أي وحدوا، كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، خلق السماء خلق الأرض، وأنزل من السماء ماء فأخرج به أي المطر من الثمرات رزقا لكم،
خرج بالمطر، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا النهي عن الشرك، فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تشركوا بالله عز وجل غيره من المخلوقات التي لا تنفع ولا تضر، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم. فإذن هذا يلزم منه توحيد الألوهية، أن تخلص العبادة لله وحده لا شريك له. قال: وأنواع العبادة التي أمر الله بها. أنواع، بعدما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الله عز وجل هو الخالق وهو الرازق، وأن الله عز وجل هو المستحق للعبادة، ولا يجوز أن تصرف العبادة لغيره، بل الواجب أن يوحد الله عز وجل وتصرف له جميع أنواع العبادة. شرع رحمه الله تعالى في ذكر أنواع العبادة، ذكر أنواع العبادة التي يعني تصرف لله عز وجل، وذكر هنا بعضا من أنواع العبادة وليس جميع أنواع العبادة. قال: والعبادة التي أمر الله بها، أمر الله عز وجل بها العباد. قال: مثل الإسلام والإيمان والإحسان. هذه يعني بعض من العبادات، هذه بعض من العبادات، وهذه الثلاثة هي أعظم العبادات، وسيأتي شرحها في الأصل الثاني في حديث جبريل المشهور: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام والإيمان والإحسان. قال: ومنه، أي من العبادات، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. هنا المؤلف ذكر يعني جملة من أنواع العبادات وبعض من أنواع العبادات، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أيضا جملة من أنواع العبادات في كتابه العبودية، وليس هذه كل العبادات، لا. وهنا فائدة: العبادات قد تكون قلبية، وهي أعظم العبادات، العبادات القلبية التي تكون بالقلب، ولهذا أكثر ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا العبادات القلبية، العبادات القلبية أكثر ما ذكر المؤلف من يعني العبادات مما يتعلق بالقلب، لأن القلب محل نظر الله عز وجل، محل نظر الله عز وجل. هناك عبادات قولية وأيضا عبادات بدنية، وسيأتي معنا يعني ذكر هذه العبادات كما سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك بالأدلة، كل عبادة مع دليلها، ذكرها هنا مجملة، ثم سيذكر بعد ذلك كل عبادة مع دليلها. قال: والدليل. انظروا إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى، ما يأتي بشيء إلا يقول والدليل، وهذا هو يعني هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة، هذه هي طريقة أهل السنة بخلاف غيرهم من أهل البدع والأهواء. يقول قال فلان وحصل ورأيت، ما يقول الدليل. والدين الإسلام لا يبنى على رؤية أو على استحسان أو على رأي فلان أو قول شيخ أو قول عالم، لا يبنى على هذا. دين الإسلام يبنى على الدليل، يبنى على الدليل. فلذلك أهل البدع يبغضون هذا الإمام، وكذلك يبغضونه لأنه يعني اهتم بشأن التوحيد، وقد كان الشرك قد انتشر في يعني بلاد العرب، في جزيرة العرب عبدت القبور والأضرحة في يعني قبل زمن المؤلف وإلى زمنه وإلى الآن موجود، لكن يعني خف، فهو حارب يعني الشرك وحارب أهل الشرك وأهل يعني الأضرحة، وكسر القباب، كسر القباب. قد كانت يعني مقبرة يعني في السعودية كثير من القبور بلاد السعودية قبل أن تقوم يعني دولة السعودية، وكانت يعني مقبرة البقيع ورثة الصحابة مبنية عليها قباب تزار، كان عليها قباب، ولكن الحمد لله
كل القبور يعني هدمت يعني من عليها القباب، والقبور الآن على السنة. قال والدليل قوله تعالى، هذا الذي قلنا هو منهج وطريقة أهل السنة والجماعة، والذي ينبغي علينا جميعا ألا نعمل بشيء إلا بالدليل. قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله، الدليل على أن هذه العبادة كلها لله، لا يجوز صرفها لغير الله، لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل. قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. تقدم معنا أن هذا فيه الأمر بتوحيد الله عز وجل، فيها الأمر بتوحيد الله والنهي عن الشرك. فلا تدعوا مع الله أحدا، لا يعني هذا نهي في سياق يعني نكرة، أحدا نكرة في سياق النهي تريد العموم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال فمن صرف منها أي من هذه العبادات، من هذه العبادات التي ذكرها وغيرها كثير لغير الله فهو مشرك كافر، فهو مشرك كافر. المقصود من هنا الشرك مشرك أي الشرك الأكبر، لأن الشرك يحبط العمل. وقد أوحي إليك والذين من قبلك لأن أشركت ليحبطن عملك ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك محبط للأعمال وصاحبه كافر ولا يفلح. قال فهو مشرك كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما يخبر عن ربه تبارك وتعالى أن الله عز وجل قال من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. فإذا صرف العبد نوع من أنواع العبادة لغير الله كالخوف والدعاء والذبح أو النذر أو غير ذلك لغير الله فهو مشرك كافر. سيأتي معنا الأدلة يعني على هذه على كل نوع من أنواع العبادة. قال والدليل قوله تعالى، دليل على أنه مشرك. ومن يدعو مع الله إلها آخر، والمشرك أنه كافر، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ومن يدعو مع الله أي أن من دعا غير الله أو صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، لأن يعني الله عز وجل قال إنه لا يفلح الكافرون، إنه لا يفلح الكافرون، وصفهم بأنهم يعني بأنهم كافرين، وصفهم بأنهم يعني وصفه الله عز وجل هؤلاء بأن من دعا مع الله بأن من دعا معه غيره فهو كافر، فهو كافر. إنه لا يفلح الكافرون، لا برهان له به، لا دليل، لا حقيقة. وهذا هو يعني هذا هو الواقع، أن من دعا غير الله ليس هناك معه دليل، ليس معه دليل، ليس معه دليل ولا حجة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، ذلك بأن الله هو الحق. في يعني ذلك هذه آيتان، آية في سورة يعني لقمان وآية في سورة أظن يعني الحج، من يدعو مع الله إلها آخر يعني ومن يدعو مع الله إلها آخر ومن يدعو ماذا قلت؟ ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وآية أخرى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل. فيعني من دعا غير الله فهو على باطل، فهو باطل وليس معه دليل، وليس معه دليل ولا حجة. فدعاء غير الله عز وجل شرك، وإن زعم أهله أنهم آلهة، إن زعم أهله أنهم آلهة، هؤلاء آلهة لأنهم يدعونهم من دون الله، اتخذوهم آلهة، لكن هذا بغير دليل وهذا شرك. أن الله عز وجل بين ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه أي شيء ملك مقرب أو نبي مرسل أو من باب أولى من هو دونهم
وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمن دعا غير الله فهو كافر لهذه الآية. بين الله عز وجل: من يدعو الله إلى آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب، وقوله لا برهان أي لا دليل، وليس معنى ذلك أن من جاء بالدليل ودعا غير الله وجاء بالدليل على أن دعاء غير الله يعني أن هناك دليل. ليس هناك دليل أصلا، إنما هذه كما يقول العلماء صفة كاشفة ومبينة للأمر، وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه برهان، أي أن من جاء دعا غير الله ببرهان أنه على حق، لا، لأنه ليس هناك يعني غير الله يجوز أن تصرف له العبادة، يجوز أن تصرف له العبادة، كما تقدم معنا ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.